يا هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بشين وهي واخدة شنطتها ومقررة تسافر، بس فجأة بتحس بتعب غريب وبتفتكر أختها سو الخبيثة إنها قدمت لها مشروب، وفجأة بتسمع صوت راجل جنبها وبيقول بفرحة: أنسة سو، لقيت البنت، أوعدك هشرفك. فبتفهم شين إنها وقعت في فخ أختها الحقيرة. وفي عربية خاصة بنشوف الريس شياو بهدوء الماكر الساحر، وبيعرفوا المساعد إنه للمرة الألف كل الستات اللي بتقرب منك بتبعد أول ما بتكتشف إنك حارس الرئيس شياو. بيقول وقتها شياو ببرود: مراتي مستحيل تكون طماعة وبتحب الفلوس، لازم تحبني أنا وبس. فبيعرفوا المساعد إن ده وهم، الفلوس هي كل حاجة. وفجأة بيتفتح باب العربية وبتدخل شين. بيطلب منها بتجاهل تنزل، بس بيلاحظ السلسلة وبيبص في عينيها بلهفة، وبيقرب عليها وبيقول لها بتملك: لو عايزة مساعدتي لازم تدفعي المقابل. وكانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة. فتعالوا بينا فراشاتي نشوف ايه الحكاية الغريبة المريبة دي. بس لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتفوق تاني يوم وبتتفاجئ بيه نايم جنبها. بتمسك عقد الجواز وبتتصدم: معقولة تمن مساعدته ليه إن يتجوزه؟ فبتقرر تمشي وبتلاحظ وقتها كارت موجودة على الأرض. فبتفهم إنه مجرد حارس في شركة الرئيس شياو، وبتقول لنفسها بحزن: حياته أكيد مش مستقرة، أنا لازم أبعد. وبتقرر تسيب له السلسلة كشكر على مساعدته ليها. أختاه: استعدي، ده انت هتدفعي لحد ما تفلسي. بعدها بيصحى الريس وبيقرأ الرسالة بخوف: أنا أسفة، لسه خارجة من علاقة فاشلة، مش هقدر أكون معاك، والسلسلة دي اعتبرها تعويض عن ليلة امبارح. بيبص عليها بهيام وبيفتكر ذكريات طفولته: أبويا سابني وأمي قررت تتجوز واحد تاني وهنسافر برا البلد، اوعى تنساني، أوعدك إني مش هسيبك. وبيتوعدوا بكده. وفي الوقت الحالي بيقول لنفسه بحزن: أنا كنت قد وعدي بس انتي نسيتيني. وبعد 4 سنين بنشوف شين وهي راجعة مع ابنها ليه، وبنعرف وقتها انها سافرت بعد ليلتها مع شياو. وفي بيت صاحبتها بنشوفها وهي بتعيط: يعني ايه، مفيش امل؟ بتشاور لها شين بحزن: الدكتور قال ان هعيش سنة واحدة بس انتي لسه صغيرة، ازاي ممكن يجيلك الورم في المخ وكمان مرحلة اخيرة؟ بتبتسم وقلبها مكسور: انا خلاص تقبلت الواقع. فبتفهم نان انها راجعة بس علشان توصل ليه لابوه وتطمن عليه. وبتعرفها شين ان وضع جوزها بسيط ولازم تجمع كل الفلوس اللي تقدر عليها علشان ابنها. طب ازاي هتعملي كده؟ في مسابقة عزف بعد اسبوع هقدم فيها. تاني يوم بتقرر تروح الشركة علشان تسأل على شياو. بتقول لها السكرتيرة: بتعالي، الحجز قبلها ب4 ايام. بتقول لنفسها باستغراب: 4 ايام علشان اقابل حارس؟ انا مراته ومتجوزين من 4 سنين وده الكارت بتاعي. معاكي شهر علشان تقابليه. فبتحس شين بالعجز وبتقرر تمشي. وعند السكرتيرة بتقول لنفسها: ها، غبية، كل واحدة تيجي تقول أنا مرات الرئيس شياو، معرفش ايه البنات الواقعة دي. ألو، مكتب الرئيس شياو، كنت سامعة إنه بيدور على شغالة، أنا مستعدة أستقيل من شغل السكرتيرة وأشتغل في البيت ليل نهار، بص نحلة هبهركم. وعند شياو بيسأله ابن أخوه بعصبية: أنت ايه، هتفضل نايم قايم تحلم بحب طفولتك؟ عايز ايه يعني؟ فبيعرض عليه إنه يحضر مسابقة العزف. روح شوف يمكن تلاقي واحدة تخطف قلبك. وبيضغط عليه علشان ياخد الدعوة. فبيتعصب شياو: إياك تتصرف من دماغك، هكسر رجليك. وفي المسابقة بنشوف الحبيب الخاين زو وهو مع سو أخت شين، وبتسألهم الصحافة لو متوقع لخطيبته الفوز. فبيقول بكل غرور: أكيد طبعا 100%. وفي اللحظة دي بتدخل شين وبيتفاجئ زو من وجودها وبيقرب عليها: انتي كنت فين 4 سنين وانا بحاول اوصلك؟ وبتحاول سو تبان بريئة: قلقتينا عليكي انتي وامي، افتكرناكي متي. بترد عليها شين بحزن: ما تخافيش، لسه عايشة اهو. وبتقرر تسيبهم وبتمشي. بيوقفها زو: انا من رأيي تنسحبي من المسابقة، لو خسرتي شكلك هيبقى وحش قوي. ومين قال اني هخسر؟ فبيتريق عليها: من زمان وسو دايما احسن منك، فطبيعي هتخسري. فبترد عليه بكل ثقة: هنشوف مين هيضحك في النهاية. وبتبدأ المسابقة وسو بتكون الاول. بيقول ابن اخوه بمكر: لو عجبتك انا ممكن ابعد خطيبها عادي عن السكة، المهم تكون راضي، تعرف تقفل بقك. طب بلاها نادية، خد سوسو. فبيتعصب شياو: اللي بحبها مهما كان شكل ومنصب اللي بتقولي عليهم عمرهم ما يتقارنوا بيها، انا حبيبتي مختلفة. يا رجل والله ما في غيرك مختلف. وبيقرر يمشي في اللحظة اللي بيسمع فيها صوتها وبترد الروح لقلبه، وعلى ألحانها الناعمة بيقعد مهووس بجمالها كأنها المرة الأولى. البنت دي عزفها مبهر، أنا هروح أخد رقمها. فبيغير الولا:
جرب بس تقرب منها وشوف هعمل فيك ايه. يا راجل بالسرعة دي غيرت المبدأ؟ فبيسيبه وبيمشي وهو حاسس ان الدنيا اتشقلب حالها واتقل خيرها. وفي أوضة الملابس بتوقف سوشين وبتقول لها بتهديد أنا بنصحك تنسحبي أحسن ما تخسري. ومين قال إني هخسر؟ فبتقول سو باستهزاء بسيطة أنا أخدت منك حبيبك وحب أمك كله كان ليا في الآخر، فطبيعي المركز الأول هيكون ليا. فبتتبارد شين عكس مشاعرها اللي حساها. تمام مبروك عليكي. وقصاد الفندق بتقف عربية خاصة وبتتفاجئ إنه شياو. اركبي. طيب مش كده هسبب لك مشكلة مع رئيسك؟ فبيفهم إنها لسه ما تعرفش حقيقته وبيقرر يكمل في الكذبة. ما تخافيش أنا وصلته حاليا مسموح لي استخدم العربية. فبتوافق. وفي العربية بيبص عليها بنظراته الحادة وبيقرب فجأة من غير استئذان. فبتخاف. كان لسه هيعبر لها عن اشتياقه بس بيقرر يغير الخطة، وده لأنه راجل متربي 10 مرات. شكرا. فين بيتك علشان أوصلك؟ أنا أسفة على اللي حصل من 4 سنين. أسفك ملوش داعي أنا محتاج تعويض. وفي الشارع بيقول لها بهيام ما تنسيش أنا عايز رد الجميل، اكتبي لي رقمك علشان أقدر أتواصل معاكي. وكانت هتمشي بتقرر تسأله لو في حد في حياته قبل ما تندلق زي البرميل. ممكن أسألك سؤال؟ هو في حد في حياتك؟ بيقول لها وهو مركز في عينيها وبحبها من زمان. بتحس بالحزن بس بترفض تبين ده. تمام ربنا يوفقك. وفي البيت بتكلم نانو وبتعرفها ان ليه حبيبة وهي مش حابة تكون الطرف الثالث، وبتطلب منها تجهز لها اوراق الطلاق. تاني يوم بيبعت لها رسالة انه حابب يتعشوا سوا. ايوه كده اديني في الاهتمام. فبترفض. اسفة عندي شغل. وقتها بتيجي الموظفة وبتعرفها ان الشقة هنا هتكون متاحة بعد 6 شهور. فبتفرح شين كده هتقدر تأمن بيت لابنها وبتسألها بحب سعرها كام؟ 2 مليون. فبتتصدم المبلغ كبير جدا عليها. فبتشكرها شين أنا هرجع وقت تاني يكون معايا الفلوس. وفجأة بتسمع صوت ست عجوزة بتهينها الموظفة. أرجوك يا بنتي فهميني أنا والله معايا الفلوس بس البطاقة باظت فجأة. هكلم حفيدي دلوقتي وهيجي. بتاخد منها التليفون وبترميه على الأرض وبتقول لها بطريقة بقى واحدة في السن ده ولسه بتكذب يا شيخة عيب عليكي. في اللحظة دي بتتدخل شين وبتدافع عن الجدة. انتي كويسة؟ طيب ايه مش هنخلص؟ كملوا قصة الحب دي بره بقى مش فاضيين. بتاخد الجدة التليفون وبتكلم حفيدها وبتأمره يحضر 10 مليون علشان في ناس محتاجة تتربى. وطول الوقت بتحاول شين تقنعها يمشوا شكلها ما يدلش خالص انها غنية. طب استني بس ده انا هديلك 10 فيلا هدية. لا شكرا انا ساعدتك بحب مش عايزة حاجة. بتبص عليها الجدة بنظرات المعاينة الثاقبة وبتقول لها بمكر عندك حبيب يا حلوة؟ انا متجوزة بس انا وجوزي مفيش بينا مشاعر علشان كده هنتطلق قريب. معقولة بنت جميلة زيك تتطلق؟ اكيد جوزك مش بيفهم. لا انا اللي اخترت الطلاق مش هو. فبتفرح الجدة. طيب وناوية تعملي ايه بعد الطلاق؟ ينفع اعرفك على حفيدي؟ وبتبدأ تحكي لها حكاية حفيدها. راح اتجوز بنت وقضى معاها ليلة من 4 سنين وفي النهاية سابته وهو عايش على الذكرى. ايه ده غريبة دي نفس قصتي. لا اكيد سوء تفاهم. بيقاطع كلامهم وصول شياو اللي بيجري على جدته بخوف. انت كويسة؟ انا زي الفل اهو بس في بنت. وبتتفاجئ انها اختفت. وفي الحمام بنشوفها وهي بتقول لنفسها بحزن ما ينفعش ادخل في حياة حد، انا ايامي خلاص قربت تنتهي. وعندي شياو بيتعصب من تصرفات جدته اي واحدة تعجبها عايزاه يتجوزها وبيؤمر الحراس ياخدوها للبيت غصب عنها. بعدها بيروح له المدير اللي بيستغرب وجود الرئيس شياو بنفسه. بيقول ببرود كل العقارات تكون باسم جدتي وانتي مطرودة. بعدها بتقرر شين تكلمه وبتطلب انها تقابله. فبيقول لها بحب ها قررتي تعوضيني؟ يا ولد ايش هذا الجمال؟ دي بطاقتي فيها 60,000 اعتبرهم تعويض. بيبص عليها وعيونه بتطق شرار. انا مستني 4 سنين وفي النهاية ده مقابل صبري. بتحس بالاحراج وبتطلب منه يديها مدة بس لحد ما تفوز بالمسابقة. كل ده وهي غبية مش قادرة تفهم انها التعويض. بيجيب اخره وكان لسه هينقض عليها بس بيتماسك. انتي طلبتيني علشان كده؟ لا في حاجة كمان. وبتديله اوراق الطلاق. بيقطعهم وهو باصص في عينيها وبيحاول يتماسك قبل ما يتهور ونتعور كلنا. وبيقول لها بتملك طلاق مش هطلق. وفي العربية بتبص عليه بعيون بريئة وفجأة بيجي لها اتصال. أنسة شين اتأهلتي للمرحلة التانية من المسابقة. فبتفرح شياو أنا اتأهلت.
وقبل ما تنزل بيديها البطاقة. بس دول ليك، وأنا مش هعيش على فلوس ست، لأ متربي 10,000 مرة. وفي الشارع بتقابل أمها وبتستغرب إيه جابها، معقولة افتكرت إن ليها بنت؟ أنا سمعت إنك اتأهلتي في المسابقة. طبعا مش محتاجة أزود كلام، انسحبي بهدوء. بتقول لها شين بقوة عكس إحساسها بالضعف. وليه أنسحب؟ أنا تعبت ووصلت، من 4 سنين اتنازلت، المرة دي مش هتنازل. فبتضربها، أنا ربيتك وصرفت عليك كل ده، مش عارفة طالعة جحدة لمين. وبتخرج الدعوة الخاصة باسم شين وبتقطعها علشان تمنعها بقوة إنها تكمل. بتعيط شين بقهر، ليه عملتي كده؟ انت مش عارفة المسابقة دي مهمة بالنسبة لي ازاي؟ بترد عليها الأم بقسوة، يهمك ما يهمكيش ده ما يخصنيش، المهم عندي سو عايزة ايه؟ أمي بس أنا برضو بنتك، ليه بتعامليني كده؟ بتبعد ايديها. سو هتبقى مرات زو رئيس الشركة، بسببها أنا عايشة مرتاحة، استفدت ايه منك انت وأبوكي غير الفقر؟ بتقعد شين تعيط على حالها، ازاي ممكن القريب يكون قاسي كده؟ مش قادر حتى يشوف ضعفك. بيقاطع حزنها وجوده. بتسأله بدموع، ليه أهلي مش بيحبوني؟ ليه كل الدنيا ضدي؟ بيداوي قلبها بكلامه، بس أنا هنا، لو الكل كرهك أنا هفضل أحبك، أنا بحبك، لو العالم كله سابك أنا هفضل ماسك في إيديكي، انتي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني على الدنيا. بتتوتر، انت مش عندك حبيبة؟ يا غبية، أنا ما حبيتش في حياتي كلها غيرك. وبيخرج السلسلة اللي محافظ عليها من 4 سنين. معقولة قدرتي تنسيني؟ بتقول بحب، يعني انت جيت هنا علشاني، علشان تكون جنبي وقبلت تشتغل حارس؟ بيقول لنفسه بخوف، خايفة صراحة تبعد عني، فبيقرر يكمل في الكذب ويلف بينا يا دنيا، ممكن تديني فرصة أرجوكي؟ بتقول لنفسها بكسرة، بس أنا همشي، لو قبلت هضيع مستقبلك، مستحيل أكون أنانية، عادي لو ما قبلتيش، بس أنا مش هكون لحد غيرك. وبيديها حضن وحنان. تاني يوم بتروح المسابقة، بيوقفها الحارس وبيطلب منها الدعوة. بيتفاجئ إنها مقطوعة. آسف، ممنوع تدخلي من غير الدعوة. بس ده مش ذنبي، كان غصب عني. فبيرفض. وقتها بتتدخل سو، اوه محدش قالك ان الورقة دي مهمة ولا ايه؟ وبتتعمد تقهرها اكتر. معلش اوعدك اول ما اكسب هعزمك على قهوة مخصوص. بتحس وقتها بالتعب وكانت لسه هتقع. بياخدها زو بين ايديه وبيقول لها بحب، انت كويسة؟ وبيحاول يتقرب منها، وده لانه لسه بيحبها، بس بسبب طمعه في الفلوس اختار اختها وسابها. اياك تحاول تقرب مني تاني، انا متجوزة وكلامك ملوش معنى عندي. بيجبرها تسمعه غصب عنها. يعني ايه متجوزة؟ مين جوزك؟ ازاي يتجرأ وياخد حاجة كانت ملكي؟ فبتعرفه انه حارس شخصي وانه شخص طيب وحنون مش اناني زيه، وبتحذره يقرب منها وبتمشي. وقتها بيوقفها المدير وبيعرفها ان جالها استثناء من راعي المسابقة ومسموح ليها تدخل من غير اوراق. وبتعزف باسلوبها الهادي الساحر مع نظرات شياوي اللي موتراني من اول المسلسل. وقصاد العربية بيكون مستنيها. بتقرب عليه وعينيها كلها دموع وبتحضنه كأنه أبوها. انت كويسة؟ في حد ضايقك جوه؟ أنا بسببك قدرت أدخل المسابقة وأنجح كمان بسبب مساعدتك. ليه بتشكريني؟ لأن رئيس شركتك هو اللي ساعدني، وأكيد انت اللي طلبت منه ده، صح؟ فبيطمنها انه ده بفضلها وبفضل تعبها، هو ملوش دخل. بتقوله بحب، أنا هفوز بالمسابقة وهديلك كل الجايزة علشان ما تتعبش. أنا عارفة الحراس بيضحوا بحياتهم ازاي، هخليك تسيب الشغل ده ونعيش سوا انا وانت وابننا. بيسألها بخوف ابن مين، وكانت لسه هتعترف. بيجيله اتصال من جدته، اياك تفكر ان هسمح للبنت دي ترجع حياتك تاني. فبيقفل المكالمة علشان شين ما تحسش وبيرجع لها. ها كنا بنقول ايه؟ ولا حاجة، يلا نرجع البيت. وطبعا كل ده كان الثنائي المرح متابعه، وما ادراك ما نظرات الغل والحقد. وفي الشارع بيتمشوا سوا، هو بيلمس ايديها بالغلط فبتبعده، فبيلمسها تاني. ما بدهاش بقى، اديها حنان. انا هطلع بقى، خلي بالك من نفسك. فبتبص على ايديه، هو نسي نفسه خلاص. وبيقرب عليها وبيديها بوسة رقيقة. تصبحي على خير، وانت من اهلنا كلنا يا ريس. تاني يوم بيتجمع الصحافة حواليها وبيتهموها انها بتحاول تسرق خطيب اختها، خصوصا انها كانت حبيبته. وقتها بتتدخل الام وبتحاول تبين قد ايه شين انانية، دايما بتكره اختها وبتحب تاخد اللي في ايديها.
والله وطبعا الكل بيصدق كلامها، الأم بتقول كده عن بنتها فأكيد الكلام صح، وبتبدأ الناس تهاجمها. في اللحظة دي بيوصل شياو وبيجري عليها زي الطفل وبياخدها في حضنه، وبسبب كده الصحافة بتفتكر إن ابن أخوه هو الرئيس، وبتتدخل الأم فورا علشان تحاول تقنع الرئيس وتستغل مكانته. قصدك إيه؟ أنا المسؤولة عن المسابقة، معنى كده إني مهمل؟ لا أبدا، ما أقصدش، بس سوء الأولى في التصفيات مش حابة ناس عديمة السمعة تأثر عليها. لحظة بس، ومين قالك إنها الأولى؟ الكل بيقول كده. انتي فعلا الأولى، بس من ورا. بتفتح سوء المسابقة وبتتفاجئ إن شين الأولى. طب إزاي؟ بيقرب شياو علشان يدافع عنها فبيحرجه الصحفي، وكان لسه ابن أخوها يفضحه بيمنعه. أنا الحارس الشخصي. فبيشاور له ابن أخوه يلا علشان نمشي، وشياو بيكون هيطق وقعت ومحدش سمع عليا، وبيرجع لشين وبيشيلها فجأة. اضحكي يا اختي اضحكي. وفي العربية بتسأله شين باستغراب حضرتك أول رئيس أشوفه بيسوق بنفسه؟ لا لا عادي، أنا وشياو أصحاب من زمان، بس ده ما يمنعش إني محتاج عزومة. فبتعرض عليه يتعشوا سوا، وعلى عشا بيقدم لها الأكل بحب. طب وانا؟ بيبص عليه شياو بعصبية. خد. فبيقول لنفسه فرحة ما كنتش اتوقع ان حبه لشين هيخليه مطيع كده، وبيقرر يعصبه اكتر. ممكن اخد رقمك علشان نتواصل؟ وكان لسه هيقرب بيتفاجئ برجليه اللي ضاعت وضاع مستقبله معاها. اديني في الغيرة. وبتقعد بنتنا تشرب لحد ما بتفقد وعيها، وبياخدها شياو للأوضة وبيغطيها. تاني يوم بتفوق وبتتفاجئ ان لبسها متغير، والشيطان بيبدأ يشتغل بقى. بيقاطع تفكيرها صوت الباب والريس جايب لها الفطار. يا حنين. بيقعد قصادها وبيلاحظ توترها فبيطمنها. انا مستحيل اخد حاجة غصب عنك، ما تقلقيش، انا طلبت من موظفة تساعدك. فبتشكره. وقتها بيجيلها مكالمة من امها وبتطلب منها بتحذير ترجع البيت. بتحاول شين ترفض بس امها مش بتسمح لها. بيطلب منها شياو بحب يكون لها الحارس فبتوافق. وفي البيت بتسأل امها ايه سبب طلبها. اختك بسبب اللي حصل قررت تنهي حياتها. طيب وانا مالي؟ فبيتعصب الاب. بسببك بنتي خرجت من المسابقة، لازم تتصرفي وترجعيها من تاني. وبتكمل الام اهانة. مش كفاية الاهانة اللي سببتيها للعيلة بجوازك من حارس فقير؟ بتقف شين بكل قوة تدافع عن شياو، فبيقع الاكل على ايديها وبيحرقها. وقتها بيخرج شياو عن شعوره وبيقرر يعاقبهم. بعدها بتاخده شين وبتمشي وبتقوله بحزن من النهاردة ما بقاليش بيت ولا عيلة، بس أنا عيلتك وهاخدك تشوفي أهلي قريب. فبتخاف يرفضوها هما كمان، فبيطمنها لو رفضوكي هبعد عنهم. فبتديله حضن. وفي المكتب بيروح المساعد علشان يبلغه إن عيلة الآنسة شين برا وطالبين يقابلوه، وده علشان يوافق على رجوع سوء المسابقة. بيقول لنفسه جم برجليهم، بلغهم لو مستعدين ينزلوا 100 مرة على بابي ممكن وقتها أفكر. فبيبلغهم الأمر وغصب عنهم علشان بنتهم الدلوعة بينفذوه. وبيروح لهم المساعد فبيتعاملوا بمكر. احنا اهو نفذنا اللي طلبتوه. بس الرئيس بعد ما فكر بصراحة شايف ان الآنسة سو مش مناسبة. كانوا لسه هيعترضوا وبيقرب منهم هو والحراس فبيهربوا بسرعة. وبيجي الليل وبيقرر شياو يعترف لها بحقيقته وبيعزمها على العشاء. بتقول وقتها باستغراب المكان ده شكله غالي، ما ينفعش تضيع فلوسك كده. بيبص عليها بحب. بصراحة أنا عايز أعترف لك بحاجة، أنا مش حارس، أنا رئيس شركة شي. بتضحك على كلامه وده لأنها شافت الرئيس بنفسه، وبتفهم إن كلام أهلها أثر فيه وبتطمنه إنها تفضل معاه. فبيفهم إنها لحد دلوقتي مش قادرة تتقبل حقيقته وبيقرر يكمل في الكذب. ده إحنا صنف مالوش غير اللف والدوران. وفي البيت بيحاول يقنع جدته إنها تقابل شين بس بشرط تبان بسيطة. بتقول لنفسها بغيظ أكيد سحراله، الواد هيضيع مني. تاني يوم بيروح لها شياو وشين وبيتفاجئ انهم يعرفوا بعض. وبتسألها شين باستغراب مش انتي قلتي ان حفيدك رئيس شركة؟ فبيخاف شياو وبيطلع جدته مجنونة. وطبعا الجدة ما بتتوصاش وبيكملوا التمثيل سوا. وبتقرر الجدة تاخدها علشان تشتري لها لبس، فبتحاول شين تمنعها لانه غالي. بتنسى نفسها وبتطمنها انها تقدر تشتري المحل كله لو حبة. بتفتكر كلام شياو وقتها بان جدته مريضة وبتحس بالاحراج. وقتها بتوصل سو
وأمها ومعاهم الخاين زو وبيتريقوا عليهم، بس شين بتدافع عن الجدة وبتقرر تاخدها وتمشي. بتوقفها سو بأسلوبها المستفز: استني بس، لو حابة ممكن خطيبي يشتريلك اللي عايزاه لو مش قادرة تدفعي. فورا بتوافق الجدة وبتشتري كل حاجة على حسابهم، وده طبعا درس محترم للي زيهم. وفي الشارع بتفهمها الجدة انها تتخلص من لبسهم لانه ما يناسبهاش، هي عملت كل ده علشان تديهم درس مش اكتر. وبتنادي على شاب بسيط وبتطلب منه ياخد الشنط فبيفرح. وعند سو امها بيتفاجئوا بيه لابس احسن فستان وبيتصدموا: دي الشنط اللي اشتروها، ازاي ده حصل؟ بس بيترجموا اللي حصل وبيحس زو بالقهر، دي كده اهانة ليه. وفي شركة شياو بتدخل بنت بكل ثقة وبنعرف ان اسمها لين وبتوقفه: انا اسفة اني مشيت من 4 سنين، بس انا كنت تعبانة بمرض نادر وانت كنت مجرد حارس، خفت اتعبك. لو كنت اعرف انك رئيس الشركة اكيد كنت فضلت. بيزقها بعيد عنه وبيقول لها ببرود: كويس انك مشيتي، انا لقيت حب عمري، واياكي تفكري تقربي مني تاني، انا واحد متجوز. بتتصدم وبتتوعد لها انها تبعدها عنه باي شكل. وفي المستشفى بنشوف شين وهي حزينة من كلام الدكتور، وضعها بقى اصعب وخلاص كلها ايام وحياتها تنتهي. بيقاطع تفكيرها وجود لين: ممكن نتكلم شوية؟ أعرفك على نفسي، أنا لين، من 4 سنين كنت هتجوز أنا وشياو، بس هربت من الفرح، لولا كده كان زماني أنا مكانك دلوقتي. فبتبتسم شين بهدوء: وأنا حابة أشكرك، لولاكي ما كنتش قابلت شياو. طب مش حابة تعرفي أنا هربت ليه؟ بصراحة أكتر حاجة بكرهها هي الكذب، وشياو خدعني، قال إنه حارس وفي الآخر اكتشفت إنه رئيس شركة، وطبعا كل ده علشان يختبرني زي بالظبط ما عمل معاكي. وقتها بتفتكر شين إنه اعترف لها بكده، بس هي مصدقتوش وبتقرر تمشي. فبيقع منها التقرير وبتشوفه لين وبتتهمها إنها أنانية، إزاي مكملة معاه وهي عارفة إنها هتسيبه. بعدها بيكلمها وبيسألها هترجع بيتها إمتى لأنه مستنيها. ممكن أسألك سؤال؟ لو في يوم مشيت هتقدر تكمل حياتك؟ مستحيل. طيب ليه؟ عندك جدتك. جدتي عندها غيري، بس أنا ما عنديش غيرك، انتي سبب وجودي وأملي في الحياة. فبتفهم إنها فعلا أنانية وبتطلب منه يفضل، هي حابة تصارحه بحاجة. وأنا كمان. وعند شياو بتقرب عليه بيسألها بخوف: ليه عيونك حمرا؟ بترد ببرود: مفيش حاجة. وبتبص على الورد وبتسأله: انت اللي جهزت ده؟ بيقول لها بشغف ايوه، وبيقدم لها الخاتم علشان يطلب ايديها بحب. فبتحرجه: ما عجبنيش. ولا يهمك، ارميهم، واللي تحبيه اجيبهولك. بتتعمد تكسره: اي حاجة انت تجيبها مش هتعجبني. بيستغرب وبيسألها بخوف: مالك؟ شياو ولا اقولك الرئيس شياو، لعبتك كانت مسلية صح؟ اكيد انبسطت. بيحاول يقنعها انه حاول كتير يصرحها، بس هي رفضت تصدقه. فبترفض يكمل: من النهاردة مش عايزة اشوف وشك تاني. بيحضنها بقوة: لا ارجوكي، انا تعبت علشان تكوني هنا ومعايا. فبتبعده عنها وبتقول وهي ضغط على قلبها: أنا أصلا عمري ما حبيتك، أنت مجرد واحد كان شحات، حتى لو بقيت أغنى واحد هتفضل في نظري قليل. بتروح في البيت وبتنهاره وبتسيبه واقف مكسور. بيطلب من ابن أخوه يعرف له قابلت مين النهاردة. بتمر الأيام وحالته بتكون أسوأ، ما يعرفش حاجة عن شين. وفي المستشفى بنعرف إنها كانت كل ده في غيبوبة وبتفوق. وبتعترف لنان باللي عملته وبتطلب منها تدعمها، هي مش حابة يتعب بعد فراقها. بعدها بتكلمها الجدة وبتترجاها تقبل تقابلها فبتوافق. وهناك بتسألها: ليه شياو مش بيشوفك كل يوم؟ بيقف تحت عمارتك. بصراحة أنا اللي مش حابة أشوفه. فبتعرفها الجدة إنها مش هتضغط عليها، بس لازم تعرف الحقيقة. حياة شياو ما كانتش سهلة، في كل خطوة أخدها كنت حلم الوحيد اللي بيسعى علشان يوصله. وبتديها مذكرات وبتطلب منها تقرأها وبعدها تقرر. بتتفاجئ إنه كان دايما بيشاركها حزن وفرحه، كانت دايما معاه في خياله. إزاي قدرت تكون أنانية وتحرمه من وجودها للأبد؟ بتخرج فورا علشان تروح له وبتكتشف إنه واقف بره مستنيها تاخد القرار. وبيطلب منها بحب تحضنه: أنا استنيتك 15 سنة وانتي بسهولة عايزة تسيبيني. فقررت تديله حنان لأنه فرهد مننا طول المسلسل. وفي الأوضة بينزلها وبيسيبها علشان ترتاح. بتمسك إيديه وبتعبر له عن موافقتها لقربه، وكانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة. تاني يوم بتصحى وبتتفاجئ إنه مجهز لها الفطار. هم صحيح يومين، بس يومين شكلهم دلع. وبيقرر الريس يديها حنان تاني، ما هو ما صدق بقى. وعندي ليه بتروح شين علشان تعمله مفاجأة قصاد المدرسة وتعرفه إنه هيقابل أبوه بكرة، فبيفرح. وكل ده كانت
سو الخاين بيصوروه علشان عايزينها تطرد من المسابقة، وبتتعمد سو تقهر زو أكتر. الولد ده شكله كبير، واضح إن شين كانت مقضياها مع الحارس وهي على علاقة بيك. تاني يوم بيوصل لشين خبر الصورة المتسربة، وبتكون خايفة شياو ما يقتنعش إنه ابنه، خصوصا إنها كانت ليلة واحدة. وعندي شياو بيقرر يعمل مؤتمر علشان يعلن فيه جوازه من شين قصاد الكل، والحرباية وأمها بيتصدموا طب إزاي الحارس هو الرئيس. بعدها بتقرر شين تروح له علشان تشرح له إن ليه يبقى ابنه، مش بيسمح لها تكمل وبيقول لها بحزن أوعدك إنها هحبه طالما منك. فبتضحك على غبائه، وهنا بيفهم إن ليه يبقى ابنه وبيديها حضن. وعندي ليه بيدخل شياو وبينزل على رجليه علشان يقرب منه، وهو خايف إنه يرفضه، بس بيعامله بلطف عكس المتوقع، وده لأن شين دايما بتحكي له عنه بكل حب. وعند الجدة بتكون فرحانة بحفيدها زي ما أنا فرحانة كده إني رجعت لكم، وبتطلب نان منها تدخل معاها المطبخ علشان تجهز الأكل، وبتسألها بخوف مش ناوية تصرحيهم بمرضك؟ لا مش عايزة شايلهم همي، ساعديني أخرج الأكل بس. وبيقرب شياو بحب عليها علشان يساعدها. بيتفاجئ إنها فقدت وعيها فجأة، وفي المستشفى الكل بيكون قلقان. بيطلب شياو من جدته تاخد ليه وترجع البيت علشان ترتاح وهو هيطمنها، فبيطلب ليه براءة من أبوه يهتم بأمه ويرجعها للبيت معاه، فبيطمنه بحب إنها أكيد هتكون كويسة. وبيمر الوقت وبيخرج الدكتور بيسأله شياو بخوف عن حالة مراته. للأسف عندها ورم وحالته متأخرة، معاها شهرين بس. بينهار شياو ليه أنا تعبت كل ده علشانها، اشمعنى أنا اللي اتحرم من أكتر شخص حبيته. بتخرج شين وبتحضنه علشان يطمن. عارف أنا مش زعلانة إني همشي، كفاية عندي إني قابلتك وعشت معاك أحلى أيام عمري. بيتمسك فيها أكتر كأنها أمله الوحيد. لا مستحيل تمشي وتسيبيني، أنا هتصرف وهعالجك، هعمل المستحيل علشان تكوني معايا. وبيجي تاني يوم وبيدخل شياو للأوضة علشان يفضل جنبها. ممكن أرجع البيت، حابة أقضي وقت معاكم أكتر. فبيوافق علشان مش حابب ينفذ غير طلباتها. وهي خارجة بيقابلها زو وبيعملها بأسوأ، بسبب جوزك أنا خسرت كل حاجة، وبيضربها. من غير تفكير بيقرب شياو وبيردله الضربة أضعاف، كأنه بياخد حق كل مرة اتأذت فيها بسببه. بتترجاه شين يسيبه وهي مش عايزة تسبب مشكلة لحد، فبيطمنها ما تخافيش يلا نرجع البيت. بعدها بتطلبها أمها، وده طبعا علشان سو ترجع المسابقة، فبتوافق شين تساعدها. فبتستغرب أمها هي ليه وافقت من غير نقاش، ده مش طبعها. أمي يمكن دي آخر مرة هناديكي فيها، أنا دايما كنت بحس إنك ظلماني وبتفضلي أختي عليا، بس برضو أنا فاكرة إن وقت ما أبويا كان عايش كنت بتحبيني. أنا عارفة إنك بتعملي كده علشان جوزك، ما أنا برضو بنتك وحتة منك. بتحاول الأم تداري مشاعرها. اسمعي ما تحاوليش تلعبي عليا، أنا مش هحن عليكي. بتتأكد شين إن مفيش أمل، وبتديها اللي طالباه علشان سو ترجع المسابقة. من النهاردة ملكيش جميل عليا. استني انتي أول مرة تتكلمي كده، أكيد وراكي مصيبة جديدة. بتبصي شين بابتسامة وداع، بتعرفها إن جالها ورم وخلاص ما بقالهاش غير شهرين، يعني علاقتي بيكي هتنتهي، افرحي. وبتسيب أمها مقهورة ازاي الحياة عاقبتها كده. وبيجي ميعاد المسابقة النهائية، وفي العربية بيطمنها شياو مهما كانت النتيجة انت في نظري أحسن عازفة. وعند سو بتتعمد تعمل مشكلة في آلة شين علشان تخسر، بس بيشوفها ابن الأخ وبيقرر يلعبها بنفس أسلوبها. وعلى المسرح بتخسر والكل بيضحك عليها. بعدها بتدخل شين بفستانها الساحر وجمالها الملفت، بتعزف كأنها بتحكي حكايتها للعالم كله من حزن الفرح ألم واشتياق، والكل بينبهر بيها. بس فجأة بتقع على المسرح وبتاخد آخر أنفاسها. بيروح لها شياو وهو مرعوب، الأم في حالة صدمة، خلاص كده الحكاية بينا انتهت. وبيعيش شياو على أمل إنها ممكن ترجع في يوم ويعيش معاها كل أحلامه اللي ما قدرش يعيشها. وفي النهاية خليك ابن النهاردة، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة. ولو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.